مرحبا يا مرحبا. عملت فيديو من فترة عن الباص اللي بيطابقين وقلنا انه بنسميه It's a double decker bus، وكنت طالبة منكم انه اكتبوا لي يا جماعة بالتعليقات It's a double decker bus. فكان في ناس كاتبين بالتعليقات هذا الشي اللي هو صح، وكان في ناس كاتبين هذا الشي اللي هو غلط، وهذا غلط وهذا غلط، ولسه في كمان غلطة رابعة، استنوا نسيت اكتبها، لحظة. حلو، حورجيكم شو الغلطة الرابعة. اوكي، كمان هاي غلط. طيب تعالوا نشرح ليه كل واحدة من هدول البقية غلط، لأنه ما بدي إياكم تعملوا نفس الغلطة، وبنفس الوقت بدي إياكم تتعلموا منها. أول شي نبلش هون it's و it's، هاي نلفظها نفس هاي، بس دول كتير مختلفين. it's هاي اللي هون شايفينها هي اختصار ل it مع is، يعني فاعل وفعل. فمثلا بقول it is a bottle, it is a bottle, it is a pen, it is a screen, it is. it هي الفاعل، is هي الفعل، تمام. بينما هون it's هي ضمير، it's مع بعضها ضمير. فمثلا شلون بنستخدم it's؟ يعني مثلا بقولكم this is a bottle، اوكي هي النينة، its color is pink. لونها it's هون بمعنى ها، يعني ضمير عائد على الشغلة اللي عم نحكي عليها. its color is pink. مثال تاني this is a pen, its color is black. اوكي، ف it's هاي ضمير ملكية لغير العاقل، فما فينا نقول it's a double decker bus بهي الطريقة. طب بتقولوا لي ما أنا إذا قلت هي لفظة it's وهي لفظة it's شلون بده يعرف الشخص نحن وعم نحكي؟ ما حيعرف انتوا عم تحكوا، لأنه لفظة نفس الشي، بس بنفرق بيناتهم بالكتابة. فانتبهوا، it's هي ضمير لغير العاقل للملكية لما تكونوا عم تحكوا عن شيء غير عاقل، مثلا القنينة قلنا لونها it's color، القلم قلنا لونه its color كمان. اوكي، مثلا اذا عم نحكي عن قطة بنقول its tail، ذيلوها للقطة. اوكي، هاي اول نوع من الاخطاء اللي طلع بالكومنتس عندكم. نجي للجملة يلي بعدها. شوفوا هدول الثلاث اخطاء متعلقين بشيء اسمه compound adjective. compound adjective يعني صفة مركبة. هشرح لكم شلون الصفة المركبة بتكون. اوكي اوكي خلينا نبلش. ما حأكتب بالجمع compound adjectives بشكل عام، يعني الصفات المركبة. هلأ الصفات المركبة باختصار انه انتو عندكم اسم بدكم توصفوه، ماشي؟ لحتى توصفوا هالاسم بدكم تحطوا بالعادة قبله صفة واحدة، صح؟ طيب أحيانا نحن بدنا نوصف هذا الاسم بشكل معقد، مو بس كلمة واحدة بشكل واضح. شو يعني؟ يعني مثلا نحن بالعادة بنقول a blue pen وخلصنا. هاي pen اسم، وصفته بلو على انه لونه ازرق، فوصفته باستخدام لون وخلص، مش الحال. او مثلا بقول a beautiful girl، فتاة جميلة، خلص كلمة الاسم اللي هو بنت فتاة وصفتها ببيوتيفول وخلصنا. فهي الصفة بسيطة بس عنا جزء واحد، بس أحيانا نحن بدنا نوصف بطريقة مركبة، تمام؟ فشلون يعني مركبة؟ حقلكم مثلا بدي أقول he is، أوكي آسف عم يروح الفوكس. أوكي he is a 3-year-old boy. شوفوا أول شي الجملة الأساسية من دون الصفة، خلونا ننسى الصفة. he is a boy، هو صبي. هلأ أنا بدي أوصف هذا الصبي على أنه هو عمره 3 سنوات أو ذو ثلاث أعوام، ماشي؟ فأنا بدي أوصفه على أنه عمره 3 سنين. فببساطة فيني أنا أوصفه من خلال أني استخدم العمر على شكل صفة. فبالتالي هون كلياتها 3-year-old هي الصفة لاسم boy. فشو بنعمل بهي الحالة؟ لأنه هي صفة مركبة، بنفصل
الكلمات بهي الشحطة الصغيرة يلي منسميها بالإنجليش هايفن. أوكي، منسميها هايفن هي الشحطة، وهي الشحطة مكانها بالنص بين الكلمات. شو يعني بالنص؟ يعني ما تكتبوها هيك، ما تقولوا 3 year old، ما تحطوها من تحت، لأنه إذا حطيتوها من تحت على سوية الإي من تحت هي اسمها underscore. هي الشخطة بتكون محطوطة تحت على السطر. يعني تخيلوا معي هذا السطر هون، فأنتوا ما بصير تحطوا الشحطة هون على السطر. أوكي، لو هذا السطر فأنا رح أحطها هيك، حقول 3 3 year الشحطة old، بعدين بحط boy. أوكي، ما تحطوا الشحطة تحت، لأنه أصلا بتصير نوع تاني للشحطات. هي الشحطة اللي هون بنحطها اسمها هايفن. أوكي، وعادة بنحط الهايفن لأجزاء الصفة المركبة. هلأ تعالوا نرجع للأمثلة. أوكي، شوفوا It's a double decker bus. عنا بس اللي هو الباص، وهي عم توصفه double يعني 2، والدكة يعني طابق، يعني باص ذو طابقين. فهي الصفة كلياتها هي الصفة، فبالتالي لازم حط شحطة بيناتهم. هلأ من الأخطاء يلي عاملينها مثلا أنتوا حاطين الشحطة تحت اللي اسمها underscore، فلذلك هي بهذا النوع غلط، وهي غلط لأنكم مالكم حاطين الهايفن أصلا من أساسه. هلأ هون شو الخطأ يا حذركم؟ أنا رح أقلكم. نحنا عنا دبل دكة هي الصفة، ماشي، لازم نحط الشحطة. تخيلوا إن ما لا موجودة، تخيلوا إنه ما لا موجودة، حذفناها. ما فينا نقول بالإنجليزي it's bus. أي اسم مفرد لازم يكون في قبله أداة إما نكرة أو تعريف. فكم باص عم نحكي؟ عم نحكي على باص واحد، فحقول it's a bus. أوكي، فالغلط هون إنكم مالكم حاطين a. alright، طبعا الحرف بنقوله A، صوته هون هو a. it's a bus. أوكي، بنقول it's a double decker bus. الشكل الصحيح it's هي اختصار ل it is، ما ننسى ال a لأنه عائدة على الباص، ودبل decker صفة مركبة فبنحط هايفن بالنص، وإن شاء الله يا رب تكون هيك صارت واضحة للجميع. طبعا في مثال أنا استخدمته تبع الصفة المركبة تبع 3-year-old boy. بعرف في شغلة حتسألوني عليها، مشان أنا هيك سبقت عليكم ورح أشرح لكم إياها. حتقولوا لي ولا ليش مالنا حاطين اس ليام ونحن عم نقول 3 سنوات، وين الاس؟ ايه، بدنا ننتبه انه برضو حارجع اكد لكم هي اسمها صفة مركبة، ونحن ما فينا نجمع الصفات. شلون يعني ما فينا نجمع الصفات؟ حاعطيكم مثال بسيط. لما بنقول a beautiful girl، ماشي، نحن الاسم الناون الاسم فينا نجمعه، يعني فينا نقول a girl هي girl وحدة، أما girls هي 2 3 4 اللي هو. فالأسماء فينا نجمعهم، بس الصفات يعني مثل beautiful ugly الألوان blue red، الصفات ما فينا نجمعهم، ما فينا نحط لهم اس. فبالتالي هذا الشيء رح ينطبق حتى على الصفة المركبة. فأنا ما فيني أقول a 3 years old boy، غلط نحط اس هون، غلط. امتى بتحطوا ليه حنحط لها اس ونقول years؟ إذا مستخدمينها بشكل العادي كاسم، فعم تقولوا he is 3 years old. بالجملة الأولى years هون هي اسم فبقدر أجمعه، فأنا فيني أقول he is 1 year old، هون مفرد لأنه 1. فيني أقول he is 2 years old، جمعتها لأنه 2. he is 3 years old 4 years old 5 years old etc. أما الجملة الثانية كلياتها عبارة 3 year old، هي صفة مركبة فما فيني حط لها اس نهائيا. اوكي،